ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده هتكون طبق السلطه. إيه طبعا كلكم اكيد بتعرفوا تعملوا طبق السلطه بطريقه جميله جدا، ولكن انا بس حبيت اوريكم انا بعمله ازاي. وبيطلع جميل قوي وزي قريب جدا من بتاع المحلات يعني. اول حاجه البوله بضيف الطماطم بتاعتي، انا بكون مقطعها مكعبات صغيره وبشيل منها البذر، ولكن دي حريه شخصيه برضو. قبل ما اقطعها بحاول اشيل البذر بمعلقه صغيره كده، معلقه شاي صغيره، بتخلص من البذر وبقطعها مكعبات صغيره. والخيار برضو ببدأ اقطعه مكعبات صغيرة وبشيل القشر بتاعه، لكن دي برضو حرية شخصية. ممكن تسيبوا القشر عادي. وانا عامة السلطة احب اقطعها مكعبات صغيرة كلها عشان بتبقى اظرف في الاكل يعني، وحتى الاطفال برضو تبقى اظرف واسهل عليهم. وممكن الاطفال نديهم السلطة قبل ما نحط الدريسنج او الاضافات بتاعتها يعني. بعد كده بضيف البصل بنفسجي، بيبقى اظرف بكتير في السلطة يعني. وبعد كده بضيف بقدونس، ولو في شبت يبقى برضو لطيف قوي، لكن انا ما كانش عندي يعني. وهبدأ اقلب بقى كل حاجة مع بعض كده، هديها تقليبة كده. وبعد كده بضيف معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومش ضروري برضو ممكن تستغنوا عنه، ولكن انا بحسه بيدي طعم حلو، وطبعا كفاية الفايدة بتاعت المكونات كلها يعني، فتبقى حلوة وظريفة يعني، وفيها فايدة برضو يعني. فالثوم برضو مش هيقول لأ في السلطة. وهو في ناس كتير قوي بتحب تحط توم، وانا برضو من الناس دي يعني، ولكن براحتكم، مش بتحبوا التوم يبقى ما تضيفوش توم عادي يعني، مش هيقول يعني السلطة من غير توم مش هتقول لأ يعني. بعد كده بجيب بقى الخل بتاعي. انا الازازه عندي بس فتحه فتحه صغيره، فانتوا هيتهيأ لكم ان انا بحط كتير، ولكن انا بحط حبه صغيرين خالص. هي بس الفتحه صغيره فمش مساعداني. وبعد كده يعني احنا بنحط مثلا معلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار بعد كده من الزيت. انا بحط زيت العادي، ممكن زيت زيتون لو عندكم برضو، بس انا ما بحبش صراحه زيت زيتون قوي، ما بستطعموش. وبعد كده بنقلب كل حاجه مع بعض كده. ومفروض بعد كده بضيف معلقة صغيرة خالص من الملح ومعلقة صغيرة خالص من الفلفل الأسود. بس أنا نسيت أصور لكم الحتة دي يعني. طبعا مهم جدا نضيف الملح والفلفل الأسود عشان يدوا طعم. وبقلب بقى كويس خالص بقى، بعد ما بحط الملح والفلفل الأسود بنقلب كويس خالص. وبندخلها التلاجة كده ترتاح وتسقع كده وتبقى لطيفة. وبتبقى بالمنظر ده في الآخر. ويا رب تكون وصفة كانت لذيذة كده وبسيطة عليكم وتكون عجبتكم، وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.